تحياتي على عشاق المنتخب السوري. باقي من الزمن يومين أو 3 أيام بالكثير لحتى يصدر قائمة المنتخب السوري، مين اللاعبين المستدعيين، مين من اللاعبين الغائبين. ولكن للأسف بعض الصفحات اللي عنده 20,000 و30,000 متابع بينزل لك هيك أخبار، للأسف أخبار مزيفة. ما بعرف شو اللي هدف اللي عم بيركض وراه، هدف الإعجابات ولا من الملل عم ينشر هيك نشرات؟ ما بعرف للأمانة. اليوم أنت كصفحة تنشر لي خبر إنه عمر السوم محمود داوود ما راح يستدعيه مدرب كوبر، وبعد يوم ترجع بتنزل منشور تاني لا عمر السومة ومحمود داوود متواجدين، وبعد شوي بتنزلي منشور تاني على ما خريبين راح يغيب لظروف عائلية. على كل حال ما بعرف شو بدي أقول لك، أنا واحد من الناس لما بشوف هيك شيء من هيك صفحات مباشرة بعمل له إلغاء المتابعة. نرجع لمنتخبنا السوري. إذا منتخبنا السوري 6-6 عنده مباراة مع ضد كوريا الشمالية، و11-6 عنده مباراة ضد اليابان. للأمانة اليوم مباراتنا ضد كوريا الشمالية أنا بتمنى مدربنا كوبر ما يلعب خطط دفاعية، لا نزلت تشكيلة المباراة 4-3-3، استحوذ على اللعب، زاتن التعادل أو الفوز بأهلك على الدور الثاني، الخسارة لا سمح الله راح نطلع خارج البطولة. ولكن اليوم نحن كلاعبين عنا لاعبين طراز عالمي صاير، لاعبنا اليوم 70% من اللاعبين المغتربين، ما عاد في عنا خوف من اللعيبة جوات أرض الملعب لحتى يعمل لك هفوة يعمل لك خطأ. كل لاعبيتنا لنا ثقة فيهم، سواء بخط الدفاعي سواء بخط الوسط سواء بالهجوم، كل لاعبتنا جاهزين. بتمنى مدرب كوبر أعطي الثقة للاعبين هدول، خلي يبادروا بالهجوم، يستحوذوا على الكرة، ما يلعبوا دفاع.